لما تتعور هتلاقي الجرح بعد فترة التئم. طب لو اتعورت في قلبك ممكن تكون عايش حياتك عادي، ومجرد ما تفتكر موقف عدى عليه سنين بتحس بوجع وانقباضة كأنه لسه حاصل لك امبارح. اللي بيحصل لك ده مش ضعف، دي الطريقة اللي بتشتغل بيها دماغك. جوه دماغك في جزء صغير مسؤول عن الخوف والمشاعر اسمه اللوزة الدماغية. أول ما تتأذى بيسجل اللحظة دي كأنها خطر مش كذكرى. عشان كده الوجع مش بيعدي بسهولة. وده اللي اتكلم عنه عمل أدبي صدر سنة 2025 للكاتب عمر سراج الدين باسم ندبات القلب قد لا تشفى، اللي بيورينا إن الندبة مش مجرد ماضي، دي صورة حية بتظهر كل ما تحاول تنساها، وبتخليك خايف دايما من اللي جاي. يعني بعد الفيديو ده ما تصدقش اللي يقولك الأيام بتنسي الحزن، وصدق نفسك. الكاتب بيعرض نماذج لأشخاص خايفين من بكرة بسبب اللي تعرضوا له زمان. واحد منهم خايف يخلف عشان ابنه ما يورثش نفس الجفاف العاطفي اللي عاشه وهو صغير، وده اللي حصل تاريخيا فعلا مع فيلسوف وشاعر عربي اسمه أبو العلاء المعري. فقد بصره وهو طفل وعاش حياة مليانة فقد وألم، وده سبب له ندبة عميقة جدا خلته ينعزل عن الناس كلها، وأخد قرار قاطع إنه ما يتجوز عشان ما يجيبش طفل للحياة ويورثه نفس الوجع، وطلب يتكتب على قبره جملته التاريخية الشهيرة: هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. أبو العلاء كان نموذج حي لإنسان قراراته اتشكلت من ألمه النفسي، لكنه قدر يحول ألمه لأعظم القصائد اللي لسه بنقرأها لحد دلوقتي. وده بياخدنا لحقيقة علمية وتاريخية تانية اسمها علم التخلق، اللي بتأكد إن الصدمات اللي عاشها الآباء ممكن فعلا تنتقل للأولاد. طب نفهم من كده إن خلاص هنفضل محبوسين جوه جروحنا وأوجاعنا؟ الإجابة طبعا لأ، لأن نفس الدماغ اللي خزن الألم يقدر يتعافى. عندك قدرة اسمها المرونة العصبية، يعني دماغك يقدر يبني طرق جديدة تساعدك تحس بالأمان من تاني، بس لازم تدي لنفسك الفرصة. ورغم إن عنوان الرواية حزين لكنه دعوة للمواجهة مش للهروب. الندبة مش معناها إنك ضعيف، دي معركة دخلت فيها. الشفاء الحقيقي هيبدأ لما تعترف بيها مش تتجاهلها. الكتاب هيخليك تقف قدام نفسك وتواجه جروحك القديمة، وهي دي أول خطوة في رحلة التعافي. وعشان كده قبل ما نفكر في بكرة لازم نفهم امبارح الأول. ابعت الفيديو ده لأي حد غرقان في أوجاعه القديمة وقول له لسه في أمل، واشترك في القناة وفعل الجرس واستنانا مع جذور جديدة.